اول ما بتخش اوتيل بتلاقي واحد ايه راي حضرتك في السويد كده راح طالع لك وقال لك انا ما اعرفش مدير ايه، يقول لك كذا حاجه كده ورا بعض ما تفهمهاش، محتاج اي حاجه تكلم. طيب انا مقدر ان حضرتك عايز تخدمني. في وسط الكلام كده قال لي سجل رقم تليفوني عندك عشان لو احتجت حاجه اتكلم. صراحه عملت نفسي مش سامع، سوري انا جاي اقعد 3 ايام، اسجل رقمك بتاعي اكلمك اقول لك هات لي حاجه من الاوتيل. طب ما انا هكلم الريسبشن وهيخلص الموضوع يعني. ما سكتش الا لما سجلت الرقم بتاعه ورن عليه. انا لو محتاج منك خدمه انا هاجي لك اقول لك اخدمني، هديك اللي انت عايزه. ما تفرضش نفسك عليا. افرض انا مش معايا فلوس يا سيدي ان انا اديك، مش معايا فاكتور. حط في بالك كده اعتبارات كتير قوي 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 قبل ما تاخد اكشن ان انت تكشر في وش حد. اجي امشي، لا يا فندم ازاي حضرتك، لا استنى حضرتك هاجي معاك. يا عم تيجي معايا فين؟ طلعنا على الغرفه، حضرتك ده الحمام، دي الخزنه، حضرتك عارف تشتغل ازاي؟ قلت له اه عارف تشتغل ازاي. قال لا بص حضرتك اصل دي خزنه تانية. قلت له والله حضرتك عارف انا بتشتغل ازاي. لا حضرتك دي خزنه يا سيدي والله عارف بتشتغل ازاي، مش هحط حاجه في الخزنه. ايه ده الزينه اللي انت فيها دي البلكونه يا فندم. فعلا جميله شكرا. خد بعضه ونزل. لو عايز اديله حاجه مش هديله بسبب اللي هو بيعمله. نزل اتعشى بعدها، ما هو شافني راح مودي وشه الناحيه الثانيه. موقف ضايقني جدا. أنا لسه هقول له السلام عليكم انا هاكلها وهبلعها وعادي. عملت الموقف ده مع واحد اجنبي جاي يستمتع باجازته. انت قفلت له الاجازه، عملت له موقف كده مش هينساه طول عمره يعني. عملته بشكل حلو قوي ومره واحده رحت قالب عليه. انت عاوز ايه يعني؟ خواجه من النصريه.